حد كان قريب من ربنا سبحانه وتعالى وبعدين بعد بأفعال معينة ونفسه يرجع إلى الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان دايما يطمن الناس اللي بعد ونفسه يرجع، يا ترى هلاقي ربنا راضي عني لو رجعت له؟ فيقول له بالنص، والآية دي كان سيدنا عبد الله بن مسعود بيحبها قوي. قال تعالى في سورة النساء: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكأن ربنا كما هو لا يتغير عليك، قريب مجيب رحيم. انت اللي بعدت قوي، لو رجعت وقلت له حقك عليا هو كما هو يجد الله غفورا رحيما. الحاجة التانية، حدد باب الوقوع اللي انت سميته الانتكاس. وانت من أين تؤتى؟ بتقع منين؟ يعني في واحد مشكلته في الخمرة وبابها صحبة مش كويسة، في واحد ذنبه في الإباحية وبابها سوشيال ميديا بيغض بصره مثلا عنها، في واحد عنده مشكلة في القرش الحرام، بابه المقارنة، لما بيقارن يلاقي ناس عندها حاجات أكتر من اللي عنده بيسهل إنه يمد إيده للقرش الحرام. وهنا الاقتراح الثالث على حضرتك: أول حاجة أنت رجعت خلاص، مبروك الحمد لله على السلامة. 2، حدد باب الوقوع والذنب. 3، إدمان ودوام التوبة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إنما التوبة على الله، أي أن الله سبحانه وتعالى وعدنا إن التوبة دي عليه. عارف لما أقول لك خلاص الموضوع ده عليا وكأني بوعدك خلاص أكيد هخلصه لك، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ما تأخرش التوبة، خلي عندك عادات. ناس في العلوم الحديثة يقولك العادة بتتبني لما تواظب على حاجة باستمرار لمدة 40 يوم. عيش كده، كل ما تغلط توب، كل ما تغلط توب. وكان يقول لهم: إن الله لا يمل حتى تملوا. فداوم على التوبة والرجوع إلى الله. وعايز أطمنك لقصة العبد الصالح من بني إسرائيل اللي عبد الله 20 سنة ثم عصاه 20 عاما. بص في المراية بعدها كده لقى الشيب ده، أنا شعري بيض خلاص. فقال لربنا: يا ربي إن رجعت تقبلني. فسمع صوت كده من جواه بيقول: عبدي أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا ما رددناك.